السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مفاتيح منزليه. كما كنت تلاحظوا معايا اليوم عندي لي بروشيت بالكفته والخضر يجي شباب 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 بزاف بزاف، وتذوقوه وان شاء الله يعجبكم. هذا الكوت تحتاجوا في الرحلات تخرجوا به ديروا في داركم ديروا للضياف، والبنه بنينه 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 بزاف، وان شاء الله تجربوه وتردوا لي في التعليقات. المهم هنايا في هاد المقادير نحتاجو، عندي هنايا شويه كفته، عندي هنا نتاع الخروف، عندي شويه ثوم، عندي شويه فلفل احمر، عندي توابل اللحم، وعندي فلفل مقطعه مربعات صغيره. كما راكم تلاحظوا اللي بغى يزيد الفلفل الاحمر يزيد، انتي واش تبغي ديري. المهم هادو المكونات، والملح ما نساوش بالملح وسكنجبير. هنايا المكونات هذه كاع نخلطوها مع بعض حتى تولي تتلاصق مع بعضها، حتى تولي تحسيها باللي تتلصق لك في يديك. هنا نخلطوها مليح. وهنايا في هذا الاثناء نحتاجو للشحمه نتاع الكبده. هذه الشحمه تاع الكبده نلفوها على شكل هكا، نديرو بوده نتاع كفته ونلفوها كما راكم تشوفوا تشاهدوا معايا. نلفوها على واحد هكا كما راكم تشوفوا معايا، ونقطع هنا بالسكين. هذه هنايا راكم تشوفوا، ونحطوها على جنب. هاد الملف، هاد الشحمه تاع الملفوف تجي بنينه بنينه بزاف، هي اللي تعطي هذيك البنه الشابه نتاع هاد الكفته، ومع الخضر وكل شيء بنتها روعه. المهم هنايا نديروا البوده الزاوج، وهنايا ونلفوها كما راكم تشوفوا معايا. نلفوها لفه واحده باش ما تجيناش غليظه، ونقصوا الزوائد بالسكين ثاني كما كتشوفوا في الصوره. هنايا هكا دخليها ولفيها لفه واحده، ومن بعد كي نكملوا هذا كل شيء نكملوه نجيبوها نحطوها شويه في الثلاجه تريح لنا مده 5 دقائق، تزيد تقبض روحها مليح. باش كي تبدي تقصي فيها قصوها على شكل 1 سنتيمتر، 1.5 سنتيمتر كيما هكا، ولا 2 سنتيمتر شحال تبغي تقصيها كيما هكا بالسكين هكا قصيها. مهم ما تغبنكش كي تكون في الثلاجه، ما تغبنكش. واذا انا كنت هنايا مزروبه كنت باغا في الساعه نحضرها، هنايا شويه انا درت هنايا قيمه 2 سنتيمتر وبديت نقصصي. هنا نجدوا لي بروشيت نتاوعي يكونوا واجدين، البروشيت اللي غادي نستعملهم، ونستعمل هاد الفيونداشي تاعي نديرهم في لي بروشيت. ولي تبغي تدخلهم على شكل كما نقولوا زوج تاع لي بروشيت تدخلهم باش تبقى لها كما نقولوا قابضه روحها مليح. انا درت هنا واحد، استعملت واحد كما كنت تشوفوا، ونميل الوجه نتاعها